القرآن الكريم أهم وأعظم كتاب في الوجود، الكتاب اللي نقل كل بني آدم من ظلمة الجهل لنور الإيمان، الكتاب اللي كل المسلمين بياخدوه مصدر وطريق ودليل في كل حاجة في حياتهم اليومية. كمية اختراعات وأسرار اكتشفها الإنسان في العصر الحديث وتفاجئ إن هي أصلا موجودة في القرآن من عشرات السنين. كتاب مهما اتكلمت عنه مش هقدر أوصف مدى عظمته ومكانته. قصص ومواقف كتير عرفناها من القرآن الكريم، وهو ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة. وبما اننا في رمضان فكل سنة وانتم طيبين، وانا حابب اتكلم عن برنامج كنت بحب اتفرج عليه جدا كل رمضان وبتفرج عليه دلوقتي حاليا، وهو قصص الانسان في القرآن الكريم. فتعالوا نفتكر مع بعض المسلسل ده ونعرف كم واحد كان بيتفرج عليه زيي. يلا بينا. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. قصص الإنسان في القرآن الكريم مسلسل رسوم متحركة مصري 100%، مكون من موسم واحد 30 حلقة، مدة الحلقة 20 دقيقة، اتعرض في 20 يوليو 2012، يعني 1 رمضان 1433 هجري. تأليف الراحل أحمد شفيق بهجت، إخراج مصطفى الفرماوي، إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي، وصوت الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين حسب كل قصة زي ماجد الكدواني، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد السعدني، غسان مطر، شريف منير، حسن الرداد، حنان مطاوع وغيرهم كتير. المسلسل بيحكي عن 10 قصص من القرآن الكريم على مدار 30 حلقة، بتتحكي فيها القصة في إطار قصصي واقعي بيركز على الحقيقة الدينية الموجودة في القرآن الكريم مع ذكر آيات القرآنية اللي فيها القصة والدور اللي عمله الإنسان فيها. وقصة المسلسل بتحكي عن بحار بيدخل سفينته طفل اسمه زياد بيدور على أهله، فالبحار بيساعده علشان يلاقي أهله، وفي نفس الوقت بيحكي له قصة الإنسان في القرآن الكريم. والمسلسل زي ما قلت بيحكي عن 10 قصص من القرآن الكريم، واللي هما أصحاب الأخدود، طالوت وجالوت، قارون، ذو القرنين، أصحاب الجنة، سيدنا الخضر، السيل العرم، السامري، النمرود، وصاحب الجنتين. والمسلسل بعد ما اتعرض نجح نجاح كبير جدا في مصر وكمان في الوطن العربي، واتعمل منه أجزاء تانية كتير زي قصص الحيوان وقصص النساء وقصص الآيات وغيرها كتير. فلو عايزين أتكلم عنها اكتبولي في الكومنتات تحت أكمل في السلسلة دي، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ورمضان كريم عليكم جميعا. وبس كده، كان معكم أحمد، سلام.